سلام من الله عليكم أحبائي متابعي قناة منوعات أهل اليمن. هذا الرجل اليمني يبدو وكأنه أعرج قليلا. دخل إلى إحدى المطاعم في اليمن وطلب أجمل الأكل الموجود هناك، ثم بدأ يتناول طعامه بشهية. لكن المفاجأة هنا أن هناك طفلان جائعان يحدقان به بشدة من خارج المطعم. يا الله! لمست الرحمة قلب هذا الرجل فناداهما إليه. دخل الطفلان إليه باستحياء شديد، لكنه نهض مبتسما وأقعدهما بجانبه، وأضاف طلب جديد من الأكل إليهم. لاحظوا يا أحبائي كيف بدأ يبادلهم الحديث بابتسامة كي لا يستحيون منه، وكأنك ترى أب يتكلم مع أطفاله ويقدم إليهم الأكل بحب ولطف. صدقت يا حبيبي يا رسول الله حين قلت أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. المفاجأة أن صاحب المطعم يتابع هذا المشهد، فرفض أن يأخذ نقود هذا الشخص، وكتب له على الفاتورة الطعام: نحن لا نملك آلة حاسبة تستطيع حساب ثمن الإنسانية. أن الإنسانية يا أحبائي لا تقدر بثمن. والله يا أحبائي أن هذا المشهد أبكاني وأثر في كثيرا، فهذه ليست إلا حالة من مئات الحالات. الذين لا يملكون قوت يومهم يتضورون جوعا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. إذا أعجبك القصة يا صديقي فشاركها للآخرين كي تنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي.